اهلا وسهلا بيكم. معكم محمد عبد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مسار الفحص السريع. مسار الفحص السريع هو نظام يعني كنا محتاجينه من زمان. هو بينفع لبعض الفئات لان طبعا هو في تكلفه مختلفه، ده يمكن اللي يخلي الناس تفكر فيه شويه، لكن انا هقول لك تختاره امتى وامتى هتقبل عليه. يعني ان شاء الله مع الكلام هيبان. وهو طبعا انا وغيري كتير ان احنا شايفين براءة الاختراع بطيئة شوية، اجراءاتها كتير، متعبة جدا. مهما كنت عندك خبرة بتلاقي نفسك بتقعد تعيد وتحاول وتعمل مراجعة. يعني مهما كان انت بتشتغل لازم تقعد تراجع كتير، موضوع مش سهل. فكان فعلا انا منتظر ان هم يطوروا نظام تسجيل براءة الاختراع، فالموضوع يختلف شوية، يكون اسرع شوية، كل الاجراءات اسهل. لكن هو يعني في بدايه برضو ان شاء الله اللي هي موضوع تسريع، لان موضوع بطء البراءه ده بيأثر على المخترع، بيأثر على التطوير، على يعني الانتاج، على التكنولوجيا اللي احنا فيها. لدرجه اعتقد في ناس ممكن خلاص بقى هو ممكن المصنع يشتغل وما يعملش براءه اختراع، وعايز ينجز وعايز المكسب، هو بيدور على المكسب مش هيدور على براءه الاختراع. فهم عملوا حاجه اسمها مسار الفحص السريع، بحيث ان انت ممكن تخلص البراءه بدايه من شهرين الى 6 شهور. بدايه من شهرين في المملكه العربيه السعوديه، 6 شهور الامارات لقيتهم كاتبين 6 شهور. هو الموضوع طبعا لسه جديد خالص، لسه جديد والله اعلم. يمكن طبعا اول حاجه كان اتعمل في امريكا، وبعد كده لما انا قعدت ابحث عن الموضوع بقالي كام يوم ببحث عن الموضوع، وكذا مره اعمل فيديو واحس لا في معلومات ناقصه، اقعد ادور تاني على المعلومات. يعني الفيديو ده يمكن عملته 3 مرات وكنسلته، وشايف لا انا في محتاج حاجات اعرفها اكتر. انا بحثت عن الموضوع، مفيش معلومات، مفيش معلومات بالكامل عن الموضوع، غير بس المملكه العربيه السعوديه هي عندها ملف كامل وتقدر تشتغل عليه. الامارات مش واضح فيها معلومات قوي، لكن في دول طبعا مش كل الدول، وهنقول هو خير برضو. واحده واحده الموضوع هيوصل اكيد لجميع الدول، لان انا شفت النظام بيكون اتفاقات واجتماعات بتحصل ما بين المكاتب الامريكيه والمكاتب في اي دوله، وبيحصل اتفاق على نظام تسريع والنظام الجديد. كويس. هو طبعا ليه تكلفه اعلى من النظام العادي، لكن خلينا نقول الدول المشتركه في الموضوع ده: البحرين، المملكه العربيه السعوديه، الامارات، المغرب. دي بالنسبه لنا كدول عربيه. اكيد الباقي هيجي، اكيد يعني 100% الباقي هيجي، وده هيبقى حاجه كويسه جدا. لان انت كنت بتقع في مشكله يعني ممكن نقول عويصه، حاجه ملهاش حل. كان زمان يكلمني مثلا مستثمرين عندهم مشروع، او هو اوريدي اتفق مع مخترع، يقول لي انا عندي استعداد ادفع اي حاجه، عندي استعداد ادفع اي مبلغ، بس انا عايز البراءه وقتها يتسرع. مستحيل. كنت بقول له مستحيل، ما هو نظام البراءه كده بيمشي باجراءات بتعدي سنه. كويس. فالنظام السريع ده وفر معانا لما انت يجي لك ديل، وده اللي انا بقوله يعني كاختياري او وجهه نظري. انت لما يجي لك ديل كويس، او فكرتك انت شايف ان ليها فرصه استثماريه كويسه، انت ممكن ساعتها تبدا تدخل في المسار السريع. لو زياده شويه مش مشكله، هو طبعا بيقولوا كمان هو كانه مرفوع من الدعم يعني مش مدعوم، مش مشكله، بدل انا هستفيد منه استفاده كويسه. فخلينا نتكلم كده. انا طبعا هكلمكم بعض النقط البسيطه عن الموضوع، وبعد كده هدخل لكم مثلا في التجربه اللي هي بتاعت المملكه العربيه السعوديه في موضوع المسار السريع. فاول حاجه المسار السريع طبعا هو السيستم ده على مستوى العالم، وهو اعتقد هو ده اللي هيطبق، مع اختلاف بقى مثلا موضوع الاسعار، بس هو السيستم في الغالب واحد. وفي بعض اهتمامات انا هقول لكم برضو عنها ربما تختلف من دوله لثانيه. المسار السريع بينقسم مثلا ثلاث فئات، وهي الافراد والمؤسسات والجامعات والشركات. وده كويس جدا اللي هو اشتغل على الثلاثه، ما قالكش مثلا شركات بس، تمام، او مؤسسات بس كبيره. يعني انت بتسجل مع مدرسه ينفع، بتسجل مع شركه ينفع. كويس. انت كفرد ينفع، وده كويس جدا. يعني كده سهل علينا الموضوع بشكل كبير، وممكن نقول خلاص هو متوفر للجميع. فاخش على طول على النظام المملكه العربيه السعوديه في الاجراء ده. البرنامج ده المملكه العربيه السعوديه يمكن الحاجه الوحيده الملف الكامل كويس اللي هو بعتها لي احد المخترعين معانا، وانا بحثت برضه لقيت هو نفس الكلام اللي موجود، يعني مفيش زياده عليه. فهنتكلم كده باختصار. هو بيقول لك طبعا هي ليها بعض الشروط. اعتقد لو انت مسجل اوريدي وعديت الفحص، تمام، تم فحص الطلب، ما ينفعش تقدم. يعني انت خلاص انت اوريدي اشتركت في البراءه العاديه وتم الفحص بتاع الطلب، لا انت مش هتخش تعمل اعاده فحص
معاهم قال لك لا، انت كده لو انت سجلت ربما الاجراءات تختلف. يعني بقول لكم الموضوع ده كله جديد على مستوى العالم. يمكن ما كانش كنت اسمع قبل كده اذا كان في امريكا ولا في اي دوله اللي فيه نظام تسريع. المملكه العربيه السعوديه طبعا قال يعني كلامها اللي احنا في خلال شهرين تخلص يعني الفحص وتبدا في اجراءات البراءه، فدي حاجه ممتازه جدا. في الامارات قايلين 6 شهور. يعني هنقول الرينج ربما يقل، نتمنى يكون اسرع من كده، او كويس برضو خير، فاهم؟ بدل ما انت كنت بتقعد وقت كتير، فانت كده تقدر تخلص تستفيد من الموضوع وتاخد خطوه ايجابيه. حتى كان في ناس كلمتني كان على شركات كانوا بيقول له مش مهم تجيب البراءه النهائيه بس عدي من الفحص، يعني عدي من الفحص، لان كده بيعتبر ايه اللي هو فيه ناس خبره. هو على حسب الفكره، خلي بالك مش كل الافكار. في افكار عادي ينفع من غير ما تكمل الفحص، خلاص هو عارف الفكره دي بتاعتك، فانت الامور بتمشي وبتسجلها. لكن في افكار بتبقى يعني صعبه شويه، محتاجه يعني ايه خبير يقيم ويقول هل الفكره دي تصلح ولا لا. فكان في شركات بتشترط يقول لك لا عدي من الفحص وابدا تتعامل معايا. فزي بقول لك في المملكه العربيه السعوديه هم قايلين لا، انت لو في حاله ان انت سجلت كويس مش هينفع تكمل تدخل تقدم كويس. التقديم طبعا عن طريق الايميل كويس. في مقابل مالي، انا هقول لكم حتى الاسعار. مقابل مالي طبعا ده النظام او البرنامج بتاع المملكه العربيه السعوديه. في فئه في فئات يعتبر هم مش بيدفعوا. بيقول لك الفئات العمريه كويس، والحالات الصحيه. دي فئتين هقول لكم تفاصيلهم دلوقتي. الفئه اللي مش بتدفع دي معفاه كويس. في عندنا تكلفه بقى للفرد 1000 ريال، للشركات 5000 ريال، واعتقد يمكن المؤسسات داخله مع الشركات او ما بينهم، بس هم كاتبين ده اللي مكتوب. الشركات افراد من 1000 ل5 كويس. طبعا اقصد الافراد 1000 والشركات 5. تمام. طيب بيقول لك في حاله الطلب قبل 18 شهر، يعني قبل ما يعدي على 18 شهر من تاريخ الايداع يتم اجراء الفحص الموضوعي بعد سداد المقابل المالي. يعني ينفع قبل 18 شهر انك انت تعمل ايداع في البرنامج، هو اسمه FCE كويس. طبعا زي ما بقول لكم دي ربما بعض الحاجات يحصل لها تطوير او تحديث او تغيير، ربما لان الموضوع جديد خالص. هو بيقول لك حتى يمكن ابين لكم تحت، بيقول لك اللي هو كمان في عدد محدد. هو برنامج لسه زي ما بقول جديد، النظام اكيد لو حصل عليه ضغط هيبقى مشكله، لانه عدد البرامج هتبقى كتير لو داخله في السيستم ده اكيد هتعمل. فهو بيقول لك في عدد محدد سنوي، فيمكن الموضوع يحصل فيه تغيير. لو انت مهتم ابدا تواصل على طول وحاول تسجل. طيب فعلا في النقطه رقم 3 على طول بيقول لك اللي فيه عدد محدد سنوي. تمام. فانت ممكن تبقى يعني عامل حسابك من بدري انك انت تسجل لو عندك النيه كويس. الفئات المستهدفه طبعا بيقول لك المعفى اللي هو فوق ال 65 عام، ده معفى من اللي هو يدفع اي حاجه. تمام. واصحاب الامراض المزمنه والاعاقه دول من الناس المعفيين كويس. وده ما يشترطش عليه لان هم في شروط اللي هم ليهم مجالات معينه، فبيقول لك دول لا يشترط عليه مجالات تقنيه ومنتجات مستهدفه. يعني هو ليهم شروط علشان تسريع، لكن للناس دي معفاه من النظام التسريع كويس. انا لسه هقول لك الشروط والنظام اللي هم طالبينه في التسجيل. طبعا في مجالات تقنيه معينه، يقول لك رقم 1 مجالات تقنيه في رؤيه المملكه 2023. فانت مهم على فكره. الحمد لله. يعني مثلا انا لو رايح اي بلد، لو في بلدي علشان استفيد، والناس الكبيره اصحاب البيزنس الكبيره لما تلاقي في البلد حطت ملف اسمه رؤيه 2030 2050 اي حاجه، لازم ادرسه عشان ده اللي عليه بيتبنى مشاريع مستقبليه فانا استفيد منها. كل رجال اعمال وكل المستثمرين واصحاب العقول بياخدوا الملف ده ويدرسوه كويس جدا، بيبقى عارف ايه اللي هيحصل بعدين وايه الفرص الاستثماريه وايه الدعم ممكن يكون في المجال ده. فلازم تعرف اكتر عن الموضوع. يعني هو قايل بعض النقط، بس انا عايزك تعرف اكتر. دور شوف الرؤيه انت تستفيد منها ازاي تاخد. ممكن يكون في دعم في حاجه، فانت ممكن تستفيد يعني مواطن في المملكه العربيه السعوديه او مقيم. اعتقد ما اعرفش حسب الاجراءات بتكون ماشيه ازاي، لكن هو بيتكلم على حاجات الصناعيه كويس، على التعدين، نظام التعدين اللي هو اي حاجه خاصه بالاستخراج والتعدين نفسه، يعني كل سيستم تعدين. والطاقه، اي حاجه خاصه بموضوع الطاقه. زي ما انتم طبعا عارفين موضوع الطاقه ده في الفتره الحاليه اكتر حاجه مشتعل عنها افكار. يعني
كل حته فيها طاقه، كل حته فيها طلب للطاقه، اقصد طلب للطاقه. موضوع الطاقه مهم، اشتغلوا عليه. طبعا احنا عندنا جروب للطاقه، ببقى مبسوط جدا والناس عماله تتفاعل وتسال وتعترض ويحصل بينهم يعني نزاع فكري شويه، بس ده كويس، ده بيخلي تشغل دماغك وتدور وتتعلم اكتر. فموضوع الطاقه مهم جدا. كمان الخدمات اللوجستيه اللي هي خاصه بقى ايه بالشحن والتفريغ يعني كل حاجه خاصه فيها حاجات زي الطيران، النقل، الحاجات اللي هي المواني، الكلام ده. كل الحاجات هي الكبيره دي برضو ليها طلب، يعني ليها طلب حتى اذا كان في المملكه العربيه السعوديه او غيرها، لكن هو ده الطلب. وانت ممكن زي ما بقول لك خش دور على الرؤيه واعرف اكتر عشان تستفيد. لو عايز تعمل بيزنس حتى هتستفيد من الملف ده. رقم اتنين، اتكلموا عن تقنيات صديقه للبيئه. برضو موضوع البيئه مهم الفتره الحاليه، زي ما انتم شايفين الاحتباس الحراري عمل فينا ايه، درجه الحراره ارتفعت وهكذا، بس هم يمكن مش بيعبروا، بس ده واضح. اكيد في حاجات كتيره بتتاثر على الموضوع ده. فهم اتكلموا على التلوث، ازاي بقى تلوث المصانع والكلام ده، والاحتباس الحراري والنفايات الصناعيه. كل الحاجات دي بتاثر علينا وبتاثر على البيئه وبتضر الناس، وكمان بتجيب لهم امراض. فاي حاجه بتعالج في الموضوع ده داخله من ضمن البرنامج. كمان عندنا رقم ثلاثة، تقنيات تساهم في انتشار الامراض المعديه. وده هو ممكن نسقطه ونقوله زي كورونا، لكن هو كلام صح. ليه؟ لان زي موضوع كورونا كان الغريب انتشار المرض في كل دول الوطن العربي يمكن في خلال ايام، يعني الموضوع ما خدش وقت. فده فعلا يدل ان في بعض الامور محتاجه تطوير، في بعض الامور محتاجه معادله شويه، يعني لازم نعدلها. لا احنا عندنا مشكله اللي خلى المرض ينتشر في دوله او في اكتر من دوله عربيه ودول اجنبيه، كلنا عندنا مشاكل. لكن في بعض الاجراءات وبعض الحاجات السلبيه اللي هي خلت المرض ينتشر بهذه السرعه. المرض ده ساعه ما حصل عمل دروب كبير، ويعني اقتصاد وسياسه حسوا ان هم عندهم عجز وعندهم نقص، عندهم مشكله. فان انت تفكر في حاجه تحل دي، لان هو الجميل جدا اللي هم بيحتاطوا لقدام. ما احنا ما بنضمنش، يمكن يحصل كورونا تانية او اي مرض تاني ينتشر، والحد منه والافكار ان احنا نحد منه ده طبعا حاجه ممتازه جدا. منتجات ذات قيمه اقتصاديه محتمل تداولها في اسواق المملكه. طبعا ان انت بتعمل منتج او حاجه انت عارف هي هتشتغل داخل المملكه العربيه السعوديه. اخر حاجه تقنيات في مجال الحج والعمره. زي ما انتم عارفين طبعا في برنامج تقريبا سنوي او زي مسابقات كده بتتكلم عن الحج والعمره. اي حد عنده، لان في ناس تبقى عايزه يقول انا عندي حاجه للحج والعمره، عايز اعرض مشروعي، هي افضل حاجه تعملها انك انت تدخل على التخصص. هو عندهم برنامج يمكن سنوي او يمكن كل سنتين تقريبا، برنامج بيطلب افكار واختراعات وحاجات مفيده تساعد في تنظيم، في تسهيل، في تيسير الحركه على الناس اللي بتعمل عمره او بتحج. يعني كده انا خلصت كلام، مش عايز اطول الفيديو عليكم. ده باختصار الرؤيه في الفتره الحاليه، وهي كانت اكثر من نصيب المملكه العربيه السعوديه هي اللي كان عندها شرح. ان شاء الله لما ينزل برضو اي شرح او اوصل لتفاصيل اكثر في اي دوله تانية، وان شاء الله يجي طبعا مصر ويجي لكل الدول. لكن ده خير، انا شايف دي بدايه خير ان شاء الله، ويوصل لنا نظام التسريع ده نستفيد منه باذن الله. طبعا بفكركم ان احنا عندنا معرض الكويت الدولي، هو تاني افضل معرض على مستوى العالم. ان شاء الله شهر 2 انت قدامك دلوقتي بالظبط 7 شهور، يعني حاليا كنت بقول 7 شهور وشويه، دلوقتي 7 شهور بالظبط ممكن تنجز فيهم حاجه، ممكن تتحول من شخص لشخص تاني، ممكن توصل لحلمك وتحقق حلمك وتنجح. فمش عايزك تسيب الفرصه. عايز تسجل معايا، تسجل لوحدك، تحط هدف وما تسافرش، بس انت قدامك 7 شهور مهمين ان شاء الله في حياتك تقدر تعمل فيهم حاجه كويسه. فدي من حيث المعرض. ما تنساش اكتب عندك لو انت مهتم، اكتب جدول بتاريخ. انا كتبت جدول بتاريخ لان انا ان شاء الله داخل الفكره جديده، فاكتب جدول ان شاء الله، توكل على الله وخلي نيتك صادقه، وان انت عايز تعمل حاجه وتحقق حاجه. ما تقعدش تستنى سنه ورا سنه ورا سنه والعمر بيعدي. انت من المساحه، يعني احنا مش في امتحان مفتوح، لا الامتحان ممكن يخلص اكيد ويلموا الورق في وقت من الاوقات. حاجه تانية معلش للمجموعه والشباب اللي هم يتواصلوا معايا علشان يسجل معايا براءه اختراع، عندي ضغط شغل عشان كده مش عارف اسجل خالص اي فيديو. عندي ضغط شغل كبير، فان شاء الله هعمل لكم، هيكون في نظام عندنا
التسجيل هيكون من كل اخر شهر، يعني من بعد نص الشهر كده هبدا اقبل تسجيل، لان انا حاليا ما عنديش مساحه تسجيل لاي حد جديد صراحه، اذا كان دولي او محلي. فان شاء الله هعمل لكم نظام كده ان شاء الله، يعني تبداوا تكلموني من بعد 15 نبدا نسجل. يمكن مثلا من اخر اسبوع كده هبدا اقبل تسجيلات، لان انا عندي ضغط شغل، واللي انا اقبل شغل مع شغلي بقى صعب، عندي ضغط صعب بصراحه. فعشان ننظم الموضوع اكتر ان شاء الله، اي حد عايز يتواصل معايا بخصوص عمل ملف براءة اختراع، تجهيز الفكره لتسجيلها، تواصل معايا ان شاء الله من بعد 15 باذن الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اي تعليق اي راي ممكن نتناقش فيه، اتمنى تكتبوه في التعليقات. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.